لو عايزة تعملي في البيت طاجن مكرونة باللحمة أو بالفراخ زي الطاجن اللي بتجيبيه من بتاع الكشري، محلات الكشري بالظبط، يبقى الطريقة دي مفيش لها بديل. أول حاجة في طريقتين، بس الطريقة دي أنا جربت الطريقتين، الطريقة دي أحلى بكتير، اللي هو بندي للمكرونة نص سلقة، والطريقة التانية إن احنا بنعمله بمكرونة نية. أنا جربت دي وجربت دي مرات ومرات، أحلى اللي هي مسلوقة نص سلقة. بس بنبهر المية الأول بمكعب مرقة ماجي وشوية ملح ومعلقة زيت، وبننزل المكرونة بتاعتنا يدوب نص سلقة. ودلوقتي بقى بجهز الفراخ بتاعتي في نفس الحلة. انا من انصار ان احنا نطبخ في حلة واحدة، من انصار الاكل بتاع الحلة الواحدة ده بتبقى يعني، وفي طاسة الواحدة وفي كل حاجة واحدة كده، مبحبش اعمل مواعين كتير عشان اللي بغسلها يعني. فالمهم بقى ايه، عندي بصل متقطع وفلفل كده اخضر على احمر، اللي عندك بس اخضر حطي اخضر، وفص توم بس. كل ده بقى وبنشوحه كده يدوب يدبل. انا عندي فص التوم دلوقتي وحطيته، مكنتش حاطاه من الاول. وايه، وحطيت الفراخ برضو تشويحه كده، مقطعاه مكعبات مش كتير زي ما انتوا شفتوا، 3 4 شرايح بانيه كده. وحطيت بقى ايه التوابل بتاعتي، ملح فلفل اسود كزبره ناشفه ورشه جوز الطيب، بس كده، ما تزوديش عن كده. والتشويحه كده، وهنهدي النار تماما لحد ايه ما تستوي الفراخ بتاعتنا، مش هتاخد وقت كتير لما تستوي. ندخل بقى بعد كده، انا خلاص اهو شلت الفراخ على جنب في طبق صغير. وبعد كده بقى ايه، دخلت على الصلصه بتاعتي، برضو نفس الكلام، بصل وفلفل وفص توم كبير كده شويه. اساسي معانا التوم في كل حاجه، انت حتى لما بتاكليها عند كشري هتحسي ان فيها طعم توم، فاساسي معانا التوم. وبعد كده تشويحه زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بقى بمعلقه كبيره صلصه اللي هي المعلبه دي، بيوريه. ممكن تستغني عنها لو مش موجود، بس هي بتتحط، هما بيحطوها يعني. فدي بتبقى يعني ايه الفرق اللي بيبين الصلصة بتاعت المحلات بتختلف، بتلاقي لونها مختلف، بتحسي انها فيها برضو حاجة غير البيتي، هي بتبقى ميكس بين الطماطم الفريش وبين الصلصة ايه اللي هي البيوريه المعلبة دي. ونفس البهارات، ملح فلفل اسود كزبرة ناشفة جوز الطيب، بس كده. هتسيبيها بقى تتسبك كويس. بعد كده بقى تجيبي طاجن بتاعك، هتجيبي صينية. انا كان عندي الصينيتين الفويل دول، بقالي فترة ركناه ومش بعمل بيهم حاجة، فحبيت بقى اعمل زي ما بيبقى بالظبط عند بتاع المحلات الكشري. فحطيتهم فيهم. وبتسيبي بقى معلقه صلصه. احنا اول حطينا طبقه الفراخ، اللحمه على فكره بتتعمل بنفس الطريقه وبنفس التوابل وبنفس الخضار يعني، فمفيش فرق. لو تعمليها باللحمه المفرومه اعملي كل حاجه، بس بدل الفراخ هتحطي لحمه مفرومه بس كده. وبقلب المكرونه في معلقتين كده ايه من الصلصه. وطبعا انا الصلصه حطاها على طول على يعني الحشو بتاعي، اللي هو بقى سواء بقى يعني هي مش حشو، هي مش في النص يعني، زي توبنج كده من فوق، بس اللي هي ايه باللحمه او بالفراخ او كده. بعد كده طبقة المكرونة، وبتدخل على نار هادية بقى ايه. الفرن بتاعي هدي الفرن يعني، سخني الفرن كده الاول قبل ما تبداي ترصي الطبقات دي، شغلي الفرن. ويبقى النار بتاعته مش عالية قوي عشان المكرونة بتاعتي ما تقرمش، تبقى طرية. بس انا عايزاها تندمج، هتحطيها كده وتدخليها ربع ساعة كده على نار هادية. وبعد كده بقى تطلعيها وقلبيها كده. الله على الريحة يا جماعة، الريحة بجد تحفة والطعم احلى يعني. ان عجبكم بقى الفيديو، اللايك يا حبايبي ما تنسوهوش. شكرا قوي، السلام عليكم.